السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله النهاردة يا جماعة حديثنا إن شاء الله هيكون عن النزيف اللي بيأتي للأخوات بعد العذر الشرعي. بعض الأخوات يشتكي من النزيف إن هو ساعات ما ينقطعش إلا بعد 10 أيام، وفي منهم من الأخوات ربنا يحفظهم اللي بيفضل معاه شهرين، وفي اللي في الحالة جاتني هنا المسجد قعد معاه سنتين نزيف لا يتوقف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الامر ده وقال انما ذلكم ركضة من الشيطان. طيب علاجه ان شاء الله سهل وبسيط، بس يا جماعه النصيحه لله وللرسول لما اعمل فيديو فضلا وليس امرا شيروه علشان الناس تستفيد، حتى لو حضرتك مش هتستفيد بيه هتلاقي ان شاء الله اللي يستفيد بيه. تمام؟ طيب، اولا النزيف هيبقى علاجه 3 آيات من كتاب الله عز وجل. ال3 آيات الآية الأولى إن شاء الله من سورة الأنعام، الآية 67 من سورة الأنعام. الآية الثانية من سورة هود، الآية 44 من سورة هود. الآية الثالثة من سورة الكهف، 41 من سورة الكهف. طيب إن شاء الله ال3 آيات دول هنقرأهم على مية، وهنقرب المية من الفم هكذا، ونقرأ كل آية بأي عدد وتري، 3 5 7 أي حاجة. الآية الأولى بتقول إيه؟ بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طبعا الآية دي أنا هقرب المية كده وهقرأها 3 أو 5 أو 7 مرات. تمام؟ بس الغرض بتاعنا بس من الآيات دي هنقرأه على المية، واللي ما يخصناش من الآية هنختم الآية بره المية هكذا. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، هكذا. وسوف تعلمون بره الكوباية. تمام؟ الآية اللي بعديها بتقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وأتوقف وأكررها كمان 3 أو 5 أو 7 على المية، وبعد كده وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود، واختم بقية الآية بعيد عن المية. تمام؟ الآية 41 من سورة الكهف هقرأها كلها على المية: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تمام؟ برضه أكررها 3 أو 5 أو 7 مرات. إن شاء الله النزيف يتوقف يا إما في يوميها يا إما تاني يوم بالكتير إن شاء الله عز وجل. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.